أولادي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، كل سنة وانتم طيبين لسنة جديدة 2025. نبتدي مراجعة مع بعض المقرر بتاعنا الترم الأول. اعذروني على الصوت لأن أنا عندي برد، بس قلت لازم أسجل لكم ده عشان الامتحانات. ويلا نبتدي مع بعض بسرعة. السؤال الأول: صعد إلى السماء في مركبة نارية هو إيليا النبي. رقم 2: أصعد إلى السماء الثالثة في أحد الرؤى وهو بولس الرسول. رقم 3: رأى سلم منصوبا من الأرض إلى السماء وهو طبعا يعقوب أبو الآباء. رقم 4: صنفت السماوات كما جاء في الكتاب المقدس إلى طبعا 4 سماوات. رقم 5: ينقل الرب يسوع أرواح الأبرار حتى يوم القيامة، يعني بينتظروا فين لغاية يوم القيامة؟ في الفردوس، ده مكان انتظار الأبرار. والجحيم هو مكان انتظار الأشرار، بيبقى جهنم بعد كده. ربنا ما يحكمش يا رب أبدا. يطلق على السماء لأنها مسكن الله، فيطلق عليها مدينة الله ولا أورشليم السمائية ولا ما سبق؟ طبعا كل ما سبق. 7: من أمثلة المؤهلين لدخول السماء: خائفون ولا أنقياء القلب ولا شتمون؟ طبعا هي أنقياء القلب. سلام يشمل سلام الإنسان مع الله ولا الناس؟ طبعا يشمل سلام الإنسان مع الله والناس. رقم 9: حيث يكون هناك كنزك هناك يكون مالك ولا روحك ولا قلبك؟ طبعا قلبك. من أمثلة كنوز السماء: صلاح ولا عطاء ولا كل ما سبق؟ طبعا الصلاح والعطاء الاتنين مع بعض. سامحوني يا ولاد لو بجري، بس أنا مش عايزة أطول عليكم وقت الفيديو. ناخد النقط اللي بعدها. طبعا ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات انتوا منين هي محافظة وامتحانكم يوم كام، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان ينتشر المحتوى لكل اصحابكم. رقم 1 بعد كده نقطة هي قمة الفضائل، وهي الفضيلة الأولى طبعا هي المحبة. هو التواضع والطاعة دي فضيلة جميلة، بس هي رقم 1 هي المحبة. رقم 12: آخر وصية أعطاها الله لتلاميذه: طاعة ولا إيمان ولا محبة؟ طبعا المحبة آخر وصية أعطاها لهم: حبوا بعضكم بعضا. اللي بعديها: انتصر نقط على الشيطان والسحرة الذين أحضروهم فرعون. طبعا هو موسى، احنا قلنا فرعون يبقى موسى. خدوا بالكم لازم تقروا السؤال الأول يا ولاد. يدونها أو بدونها لا يرى أحد الرب. هي طبعا القداسة التي بدونها لا يستطيع أن يرى أحد الله. بعد كده بعد الموت مباشرة تعود الروح الطاهرة إلى، لو كويسة بتروح الفردوس، ولو مش كويسة بتروح الجهنم، أو سوري الجحيم يا ولاد. بعد كده جهنم، ربنا يبعد عننا. من الوسائل التي تصل بها إلى مخافة الله هي حياة التوبة. نمتلك الطهارة عن طريق طبعا النعمة والجهاد، الاتنين مع بعض. المجموعة اللي بعد كده مهم جدا جدا يا ولاد. هنا لما يقول لك ضع علامة صح أو غلط، نكمل باقي النقطة، لأن ممكن يقول لك مع التصحيح. مع التصحيح دي زي ما بقول لكم في كل فيديو عليها نص الدرجة، فخدوا بالكم. هنا بيقول لنا ضع علامة صح أو غلط، فمش محتاج تصحيح. أول نقطة: بدء الحكمة مخافة الله، صح. بعد كده النقطة: السماء حقيقة في الكتاب المقدس بعديه، طبعا صح. رقم 3: السماء الثالثة وسماء السماوات تزولان في اليوم الأخير. ما ينفعش يا ولاد ان سماء السماوات دي العرش، ما ينفعش طبعا. رقم 4: سماء الطيور هي الفردوس، لا. تكلم سفر الرؤيا عن السماء والحياة فيها، صح. يوجد ليل وشمس وقمر في السماء، طبعا غلط. رقم 7: سماء السماوات هي سماء عرش الله، طبعا صح. 8: الأبدية هي المقر الدائم للإنسان، طبعا صح. النقط اللي بعد كده، وما تنسوش لو ما عملتوش اشتراك تعملوا اشتراك ولايك وتشيروا الفيديو. المجموعة اللي بعد كده: الحياة الأبدية مستمرة ونهائية، غلط. الحياة الأبدية مش نهائية. النقطة اللي بعد كده: الرب يسوع هو واهب الحياة الأبدية، صح. الحياة الأبدية حقا مطلقة أو حقيقة مطلقة للإنسان لكي يتمتع برؤية الله، لا هي مش حقا مطلقا، هي حسب أعمال الإنسان هو بياخد الحياة الأبدية، مش بالعافية أو مش واجب إن هو أول ما يموت ياخدها. حقق فداء السيد المسيح للإنسان العودة لوطنه السماوي، طبعا صح. بعد كده: محبة المال أصل كل الشرور، طبعا صح. المحبة هي أول ثمار الروح القدس طبعا وأعظمها. المحبة هي أعظم من الإيمان والرجاء والنبوة، هي أعظم أم الفضائل.
التوبة ومخافة الله كل منهما سببا للآخر صح. طهارة وعفة الجسد تشمل احتشام اللبس وأسلوب المشي ونوع الصوت صح. عدم اليأس والجهاد ضد النجاسة من طرق الوقاية للطهارة صح. بعد كده علاقة الله مع الإنسان علاقة ثابتة مهما كانت الظروف صح. النقطة اللي بعد كده الاقتصار على مظهر وشكل العبادة فقط سبب إثبات التوبة لا غلط. الشيطان مخلوق غير محدود لا غلط طبعا الشيطان محدود. ديماس أحد مساعدي قديس بولس نسي محبة الله وأحب العالم صح، بس ده ديماس غير اللص ماشي. الذي يحب النقطة اللي بعدها الذي يحب الرب يشتاق أن يكون معه في كل مكان صح. بعد كده من بين من عاين السماء في العهد الجديد إيليا النبي كان في العهد القديم. ونركز يا ولاد عشان ما نغلطش، يعني ما نجاوبش بسرعة. نستعد للحياة الأبدية بتناول جسد الرب ودمه صح. مخافة الله تقود إلى تشامخ القلب لا غلط طبعا تقود للتواضع. التعرض بين الفرقتين يعني التذبذب بين محبة الله والعالم صح. المجموعة اللي بعد كده اقرا لكم على طول الجملة يا ولاد بالحل عشان وقتكم، انتوا ممكن توقفوا الصورة واللي مكتوب بالخط الأحمر ده يبقى الإجابة. السماء مكان نقط الله فيها نقط لخلائقه. السماء مكان مقدس يظهر الله فيها ذاته لخلائقه. رقم 2 يعقوب أبو الآباء رأى حلما وإذ سلم منصوب على الأرض ورأسه يمس السماء. رقم 3 القديس استيفانوس رأى السماء مفتوحة أثناء رجمه. رقم 4 تم وصف السماء رمزيا والحياة فيها في سفر الرؤيا بالكتاب المقدس. هنكمل المجموعة اللي جاية برضو بنفس الشكل اكمل. ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. رقم 6 اختطف بولس الرسول إلى السماء الثالثة التي هي الفردوس. رقم 7 هكذا قال الرب السماوات كرسي الله وموطئ قدمه. رقم 8 الأرض موطئ قدميه. رقم 8 سفر الرؤيا أشار إلى كمال السعادة في السماء حيث تخلو من بكاء وخطية. رقم 9 طبيعة الحياة في السماء الاتحاد بالله مشاهدة الله ومعرفة الله. رقم 10 الأبرار يرثون الحياة الأبدية بينما الأشرار هو يرثون العذاب الأبدي. رقم 11 الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. 12 الاتحاد بالله يعني حياة أبدية وأما الانفصال عنه فيعني عذاب أبدي. بعد كده يجب على كل مسيحي أن يتحلى بالفضائل المسيحية التي هي إيمان رجاء محبة. بعد كده طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. النقطة اللي بعدها سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. النقطة الثانية من أمثلة كنوز السماء كنوز الصلاح كنوز العطاء كنوز مخافة الرب. بعد كده ادخلوا أبوابه بحمد ودياره بتسبيح. بعد كده بداية الطريق إلى محبة الله هي مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله. كل فضيلة خالية من المحبة ليست فضيلة على الإطلاق. بعد كده باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. النقطة اللي بعدها تعالوا إلي يا جميعا متعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. النقطة اللي بعدها بهذا يعرفون الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم إلى بعض. النقطة اللي بعدها من أمثلة الطهارة طهارة اللسان طهارة الجسد طهارة العين. لحياة الطهارة جانبين هما جانب عمل الإلهي وجانب عمل بشري. بعد كده يقصد بطهارة وعفة اللسان البعد عن كلمة بطالة وعدم الشتيمة أو عدم التشهير بالغير. بعد كده مخادع ونقط وكذب من صفات الشيطان المخادعة والكذب. آخر نقطة من القديسين الذين انتصروا على الشيطان هم موسى النبي وبولس الرسول. نكمل بعد كده السلايد اللي بعدها يا ولاد وقفوا الفيديو واقروا بس الكام نقطة اكمل دي وهنوقف الفيديو لغاية كده او هنوقفه لغاية 10 دقايق عشان تقدروا تاخدوا بريك قبل ما انزل لكم الجزء التاني اللي هو هيبقى فيه الاسئلة المقالية والمحفوظات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان نكبر المحتوى بتاعنا وما تنسوش تكتبوا لي انتم منين هي محافظة وامتحانكم امتى. يلا بالتوفيق يا حبايبي يا ابطال سنة تالتة اعدادي. باي باي.